شكرا شيخنا. عد سؤال من الأخ المصري محمد من الشرقية. يعني بصراحة كان هو جدا مستاء من تسمية اسم اللعين عمر في شوارع أحد شوارع إيران، وإيران تدعي التشيع هذه المصيبة الطامة. شفتوا لوين وصلنا يا إخواني؟ المتشيع المصري يستاء مما يجري في إيران. يعني المتشيع المصري صار أكثر غيرة على أهل البيت الطاهرين عليهم السلام، وأكثر شجاعة ضد أعدائهم، حتى من بعض من يدعون أنهم شيعة في إيران. شوف هذا ما متحمل الأخ المصري. بالله عليك، هذا ألا ينبئك عن وجود أزمة حقيقية في مجتمعاتنا الشيعية نحن بما فيها المجتمع الإيراني؟ يعني الآن هذه مصيبة قد وقعت بالفعل في إيران. سموا لك شارع باسم عمر ابن الخطاب، حزرة عمر أيضا، يعني حضرت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. في أي مدينة ما أتذكر، هي الظاهر مناطق كردستان إيران. زابل. وشارع آخر باسم منه الشافعي. زين، هذول كلهم من أعداء أهل البيت عليهم السلام والمنحرفين عنهم. ولا تسمع أن هنالك ضجة اعتراضية في إيران. بصراحة أنا ألوم حتى المراجع الكرام مع الأسف على هذا الموضوع، أنه ليش ما اعترضوا؟ ليش ما صدروا بيانات ضد هذا الأمر؟ ليش الدروس في الحوزة ما عطلت بسبب هذا الأمر؟ ممكن أن يعتذروا يقولون هذا في مناطقهم، في مناطقهم. زين، أنت في مناطقهم ممكن تقبل واحد يعبد اللات والعزى مثلا؟ يعني إذا أكون مشركين مثلا نسمح لهم أنه يعبدون اللات والعزى، نقول في مناطقهم يصير هذا الحكي؟ طبعا في إيران يصير، لأنه يعبدون النار في بعض الأماكن. هذول بقايا المجوس والزردشتية هؤلاء يسمحوا لهم. أما الرافضي في إيران يريد أن يجاهر بالبراءة من أبي بكر وعمر لا يسمحون له. الذي يعبد النار يسمحون له. اللي يريد أن يزور مقام أبي لؤلؤ النهاوندي عليه الرحمة والرضوان في كاشان لا يسمحون له. حولوه إلى ثكنة عسكرية، نقطة أمنية حولوه في إيران، وهدموه أصلا. هدموه ما حوله، بس بقوا القبة. هدموه كله فصلوه كله، فسخوه كله، شالوا الضريح وسووه بالأرض. فشوف هذا واقعنا مع الأسف. خامنئي خائن للتشيع، ويسمح في بلاده بمثل هذه المنكرات. قاتل الزهراء البتول، بل قاتل رسول الله، يسمى باسمه شارع ويعبر عنه حضرة جنابه عمر بن الخطاب، حضر له. نعم. وما من اعتراض في إيران، كأن الرافضة ماتوا في إيران. شنو السبب؟ قلة الوعي، قلة الإيمان، العواصف السياسية الموجودة في إيران. يعني هنالك عواصف سياسية كثيرة كما تعلمون، حتى داخل النظام نفسه. النظام هو أساسا ترى نظام يعني في داخله شائك، يعني هنالك أجنحة متصارعة داخل النظام. ومع الأسف هذا يحصل في إيران بلا أدنى اعتراض. مع الأسف الشديد هذا هو واقعنا، ولكن لا بد من معالجته وإصلاحه. تسمية شارع باسم قتلة أهل البيت عليهم السلام، قتلة رسول الله، لأن عمر شارك في جريمة تسميم النبي صلى الله عليه وآله كما قال الإمام الصادق عليه السلام. هذا يعد خنجرا في قلب الحجة المنتظر صلوات الله عليه. يعني أنت تسدد هنا بالفعل سهما إلى قلبه الشريف. يفترض أننا نتحرك. كذلك الحال في العراق. هذا كم مرة احنا نصيح شوارع اللي في العراق، يا أيها العراقيون إذا هذا الأمر وقع في إيران أنتم بعد في بلادكم لا تسمحون. إلى متى تبقى شوارع ومؤسسات بأسماء قتلة وأعداء أهل البيت؟ منطقة المنصور، هذا قاتل الإمام الصادق، قاتل إمامكم. إلى متى تسمحون بأنه يبقى هذا الاسم النجس؟
شارع الرشيد، شارع المنصور، جامع المستنصرية، ما أدري جامع شنو كان يسموه جامع ابن تيمية، ما أدري حولوا اسمه إلى الآن باقي هذا الاسم؟ موجود. نعم. شوف الفضيحة. مع الأسف الشديد جامعة المأمون أو كلية المأمون هذول قتلة أئمتكم. ثوروا حي الأمين وغير ها حي الأمين، حي المأمون. إلى متى هذه تبقى في العراق؟ يا أخي هذه أرض العراق أرض طاهرة، لماذا تنجسونها بهذه الأسماء؟ إلى متى؟ أنتم كل الخير اللي عندكم من غير من أئمتكم، هالشكل تقابلونهم بهالطريقة يعني. هسه تقول هذا كان عهد العهود السابقة، عهد صدام وغير صدام لعنة الله عليهم أجمعين. ليش في عهدكم الآن يصير؟ ليش ما تحاسبون هاي الحكومة التعيسة طايحة الحظ هاي اللي موجودة بالعراق؟ ليش ما تحاسبون المالكي؟ خلوا اشترطوا على قول احنا ما نصوت لك إلا إذا هذه أول قرار تصدرها الأسماء هذه كلها تتبدل. خلي يضجون البكرين، خير إن شاء الله يضجون البكرين، بس خذوا رضا نبيكم وآله عليهم السلام، فرحوا نبيكم وآله، أدخلوا السرور على قلب إمامكم المنتظر عليه الصلاة والسلام. بس كلها صراعات فيما بينكم وأحزاب كلها أتعس من الثانية، كل حزب أتعس من الآخر، صراعات وكل واحد ماشي على دنياه مع الأسف الشديد. إلى متى؟ قدموا شيئا واحدا لأئمتكم. هاي 10 سنوات أنتم متخلصين من الطاغية صدام، ما قدمتوا شيئا بصراحة. يعني ليس هنالك ذلك التقدم اللي نقدر نستشعره في الوضع الشيعي الرافضي في العراق مع الأسف. حتى شباب يطلعون شوية يسوون تقدم، يطلعون يتظاهرون ضد أعداء أهل البيت عليهم السلام في الأعظمية، تكالبتم عليهم فتاوى وما خليتوا فيهم ذرة. شنو هذا؟ إحنا الآن وكلانا في العراق يعانون من مشاكل، جو اللي اعتقلوا منهم واللي أذوهم واللي سووا لهم مشاكل. كتبنا في العراق ما يسمحون أنها توزع وتباع بشكل علني. ليش؟ إلى متى؟ عيدوا النظر وصححوا علاقتكم مع أئمتكم. صححوا، أنتوا صححوا، ابدأوا أنتوا العراقيين، يتبعكم الإيرانيون، يتبعكم البحارنة، كويتيين، لبنانيين، الكل إن شاء الله يصلح علاقته مع أئمتنا حتى إمامنا يظهر. أحد أسباب تأخر ظهور إمامنا عليه السلام أنه علاقتنا غلط مع أئمتنا، علاقتنا فيها خلل، فيها إشكال. أئمتنا ما راضين عنا بصراحة، تصرفاتنا مو سليمة. آخر شيء نفكر به الأئمة الطاهرين عليهم السلام، الثور لأنفسنا مثل ما قال الإمام الرضا عليه السلام، مضمون كلامه الشريف لما سألوه أنه ليش الناس ما ثارت على أبي بكر وعمر وثارت على عثمان؟ الناس ثارت على عثمان وقتلت عثمان، مو هالشكل؟ أما أبو بكر وعمر ما ثاروا عليهما، مع أنه ثلاثتهم من أعدائكم أهل البيت. قال مضمون كلامه الشريف، إن أبا بكر وعمر ظلمانا وأظهر العدل في الناس، بالنسبة للناس ما ظلموهم بشكل مباشر مثل ما ظلمونا، فتناسى الناس أمرنا، وإن عثمان ظلمنا وظلمهم فثاروا لأنفسهم فقتلوه. يعني آخر شيء يفكرون به الأئمة عليهم السلام. هذا واقع. هذا احنا شوف صدام ظلمنا ثرنا عليه، كم انتفاضة سوينا ضده، كم عملية سوينا ضده، وغيرنا اسمه فورا، مدينة صدام صارت مدينة الصدر. نعجبك احنا في هاي الأمور، شغلات اللي مرتبطة بينا فورا نبدل أسماء، نغير، شققنا صوره، تماثيله، أصنامه هدمناها بالعراق. أما إلى الآن هاي صنم المنصور موجود في المنصور، قاتل الإمام الصادق عليه السلام، ما حد يروح يهدمه، ما حد تمثاله موجود. ليش؟ لأنه هذا قاتل الإمام الصادق، مو مشكلة. أما لا أبقي صنم صدام، مستحيل. تمثال صدام ما بقي، مستحيل. اسم صدام، مدينة أو منطقة في العراق تسمى باسم صدام، ما أسمح. أما يبقى اسم المنصور وغير المنصور أسمح، يلا مو مشكلة. وإسلامه وتشيعه.